لماذا الإخوان أصبحت قضية حلبشة بالنسبة لهم عبئا؟ لماذا؟ أولا بالنسبة لكل الحالة الكردية كانت لهم عبئا. كل الذي كانوا يفكرون فيه هذا التوازن الذي ذكرته، الشيعي والسني العربي أن لا ينفرد بدون أن يعملوا، يعني مجرد ضربوا على وتر أننا سنة وسنميل مع السنة العرب سنشكل التوازن هذا، ولكن هذا لا يكون مجرد توهم أو لا يكون مجرد الانتماء العاطفي للإسلام. هناك التواجد الحقيقي للقوميين، هناك المصالح، وهناك القتال والدم الذي جرى بيننا وبين المنطقة العربية السنية، وهناك معاناة الناس. نعم، يعني كل هذا كيف ممكن يعبر عليها؟ ثم أنت جالس في الإمارات وترسل لنا $300 لقاء أن نعمل حسب الخطة التي أنت تريدها، وأمتنا صارت مسكينة يتيمة تحت أنقاض حلبشة والكيماوي، نخرجهم من هناك في مخيمات، ونحاول أن يعمل الدكتور عبد الله عزام ونواز شريف وحكمة يار يعملوا لنا ملجأ في باكستان، وأنت العربي الذي تعتقد أن مصيرنا معا تتركنا هكذا في العراء وتتاجر بدمنا لتجمع أموالا هناك. فكان يستحقون أن أتركهم بهذه الشدة. تركتهم. أنا لما قلت كنت أعيد لياقتي الجسمية للتدريب وكذا، جاءني إلى المعسكر. من الذي جاءك؟ إخواني. جاءني وقال: يا أخي الكريم، نسكنك في إسلام آباد، نعطيك $1000 في الشهر، تدرس في جامعة الإسلامية. أنا كنت أدرس في جامعتين في كراتي، جامعة تابعة للمدينة وجامعة تابعة للأزهر. تدرس المادة التي تريدها وأسرتك وكذا. قلت: لا، أنا لا أريد. أنا اخترت الجبل الذي سأصعد فيه. أنا خرجت أعزبا وأرجع على كتفي زوجة و3 أولاد. خرجت وكان عندي شيء من المال، أعود ولا مال لي. خرجت والمدن عامرة والقرى عامرة، أرجع والمدن مدمرة والقرى نائية والقرى قاحلة من الناس. أرجع وأنا أعرف أي حمل أحملها، ولكن هذا أشرف لي وأحب إلي. وما قاله الدكتور عبد الله عزام قال: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لئن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. قلت: هذا الذي قاله الدكتور عبد الله عزام أحب إلي من $1000 الذي أنت تعطيني في الزمن الضياع هذا. ولذلك لما تكلمت مع الشيخ برهان الدين رباني الله يجزيه خير، قال: إذا أمسكوك الإيرانيين لا تهتم، يعني أنا أرسل نور الله عماد، ونور الله عماد أيضا رجل تقي صالح نحسبه كذلك، يعني كنا كلنا على صلة، يعني نراهم باستمرار، ووفودنا تلتقي بعدها طبعا في إيران. فبعدها قررت الرجوع، ولكن بيشاور صار بالنسبة لنا يعني متنفس جيد. على الأقل الإيرانيين شعروا أنهم لا يستطيعون أن يفككوا أوصال الحركة بعدما انتهت الحرب العراقية الإيرانية، لأنهم كانوا يقولون لنا: نحن إيران ودولة قوية عسكرية ما استطعنا أن نسقط صدام حسين، أنتم ستسقطونه، فلماذا لا تتركون؟ اهتموا بمدارسكم، اهتموا بأشياء أخرى، يعني لماذا فقط تريدون أن تقتحموا قرى هي كلها قاحلة من السكان، وأنتم مفرزة تذهب 5 أشخاص، تذهبون 50 كيلومتر تمشون لكي تسقطوا صدام حسين؟ يعني كان الإيرانيون يرون أنه لا طائل من هذه الثورة. نعم، كانوا يريدون تفكيكها، لأنه مجرد بقاؤها سيؤثر على أكراد إيران، وسيكون لنا وجودنا أيضا، نشعر بأن وجودنا. يعني لا ترى أنت أنهم كانوا يحاولون أن ينصحوكم فقط؟ لا لا لا، ما كان نصيحة، لأن ما كان يعني كانت هناك تجربة أخرى للجيش الإسلامي الكردي، هم فككوها في 86. فعلى الأقل هذا كان متنفس في بيشاور. والشيخ عثمان الله يرحمه من رجالات العراق، وكان له صلة أيام الشيوعيين طبعا من زمن الخمسينات والستينات بالعرب، بقادة العرب. ولكن حتى النعمان السامرائي الرئيس مؤسس حزب الإسلامي أرسل رسالة للشيخ عثمان: اترك الحركة الإسلامية واعطيها لأخيك الشيخ علي، ارجع إلى تنظيماتنا إلى الإخوان. لكنه الله يرحمه ما تركها يعني. فبعدها الحركة الإسلامية استمرت بفضل الله، واستفدنا من مخيماتنا. لكن أول ما عدت إلى إيران، يعني هذا صار الآن بيشاور بالنسبة لي مسكن أولادي، وأدخلت الأولاد في مدرسة يمنية، اطمأنت
إلى المجتمع تركتهم العربي هناك وعدت إلى إيران. نعم، لأنه مجتمع عربي أولا في بيشاور بين الأفغان، مجتمع رحيم ومجتمع شفوق، وكثيرون عوائلهم في بيشاور وهم في الداخل يعملوا. فأنا بالنسبة لي داخلنا يعني إلى كردستان عدت. بعدها تعلمت هذا الطريق وعبرت 5 مرات، كله بالدراجات نارية وعلى التهريب، ومرة على شكل أفغاني، مرة على شكل بلوتشي وكانت هذه هي بوابتك للحركة الإسلامية. نعم. ودخلت بعدها، صار في عام 89 مؤتمر في الحركة، صارت انتخابات داخل الحركة وفزت وكنت عضو مجلس شورى، وبعدها من 89 صرت عضو شورى.